الافريقيا لام الشامبيونز ليج لموسم 2024-2025. وهنا المواجهه المغربيه بطابع افريقي بين حسنيه قدير. هنا بعدي يلعب الكره لنوفل لاعب عراسي الى جانب عبد الله خفيفي. وصل ميدان هلال الفردوس. الركنيه الان زرعوني في القائم الاول والصوابي بلان. كارنيرو يلعب الكره لحمودان ولكن بيكورو بالراس. التغطيه بعد ذلك لا زالت المضي قدما نحو مزيد من المحطات. بعد ذلك من الجهه اليمنى بولاكسوت الارضيه. من يتابع انس الباش لمبدا الامان والسلامه يا الباش. يعمل الكنترول ممتاز والباس بعد ذلك للنفرو. يراوغ يرفع راسه ومعاه يرفع الكره داخل المنطقه في منتصف الميدان. يتقدم الفردوسي مكشوفه التمريره. بيوتو متحدي الرجاء يدخل الدقائق الاولى بدون مقدمات. بينما الكره نوفل الزروني يمر الزروني والدفاعات العسكريه. كارنيرو حمودان وكارنيرو يدخل حمودان لكن يغطي عليه. انطلاقه مره اخرى فيدريكو بيكورو. فيدريكو مع ساكو والساكو يتحسن. هذه عسكريه. التسديد الرجاويه. التسديد لكن بعيد. يلعب على الجهه اليمنى نوفل وزريد رسميا بقرار طبعا لقاء الشامبيونز. هذه المجموعه في نفاتيه مجددا. زريده يتقدم بعيده في الخروج دائما تكون مميزه. انس كره رجاويه في صافره وخطا. السنغالي انس زنيتي هنا خد فيها مغامره انس لكن اسماء افريقيه مميزه. بينما كره وخطا فيها خطا. طبعا اتذكر مودي بومايغا مر والنفاتي يتقدم النفاتي ولكن زالت الخطوره. التسديد ممكن. الطرف الايمن والتسديد والدفاع بعد ذلك. الموعد هنا ساكو لكن سال بعد ذلك لحارس المرمى الخياطي. الرجاء الرياضي نقترب من نهايه شوط المباراه الاول. جهه اليسرى مع الزحزوح الارضيه والركنيه بعد ذلك. الركنيه الزحزوح. سلام على الزروني. يمارس الزروني الارضيه. من يمرر واعطى الفرصه للمدافع نونغا ليخرج الكره. نقله فيها الضغط متواصل. خياطي يمنع الجول. فرصه الجول. فعل الزعيم الجيش الملكي يتقدم. الجيش الملكي عن طريق احمد حمودان. حمودان يسجل الجول. 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي. الهربة للجناح الطاير. خطأ دفاعي واولى ردود فعل البف. هذا هو الجيش الملكي. هذا هو الجيش. راس خفيفي يعيد بعد ذلك لأناس زنيتي. وانتو بعد يدخل بعد يعطي باس لكن الراجل لا تستسلم وتحاول العودة في السكور. هذه الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة ما. لا زالت رجاء بالكرة. ساكو يرفع. ستلعب الركنية في القائم الأول مرة جانبية. كرة من جديد ساكو مرور. هذه ممكن. الخياطي يمنع النفاتي من جول التعادل. الهجمة الماضية تلعب الكرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. يذكر مرة أخرى جواد الملياني اللي قاد الجيش في تلك المباراة أمام الكرة في وسط ميدان. منذ ذاك الحين الجيش يغيب عن مجموعات الشامبيونز لا بنظام المجموعتين. رجعت إلى الخلف. هذه متابحة عن التعادل. بينما كرة عرضية من يتابع بالراس متواجد طبعا في الآونة الأخيرة وفي قائمة تنفيذ الضربة الحرة المباشرة. والكرة بالراس. ساكو يراوغ. ساكو العرضية ولكن في بعد ذلك بلمسة بتحضير. البينية ممتازة في اتجاه ساكو وتقدير رائع. لمسة بولاكسوت. 1-2 ممتازة مع اللاعب. وبالتالي فرصة التعادل ولكن القائم
يتصدى جوزي روماو اللي تألق رفقة الوداد فريق الجيش الملكي التي اختارت المدرب طبعا حتى الآن الغير مؤهل، ذلك أسطورة الكرة الفرنسية في السنوات الثمانينات طبعا جوزي روماو. إذا في لا 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 يا حاتم يا الصوابي، لا يا حاتم يا مع عبد الكريم بعدي الفحي بالراس، الراس هو يتقدير انطلاقه من حمودان، مدى سيف الحمودان، التغطيه الزحزوح ما يمرش الزحزوح كارنيرو، والعقاب كان ياتي جميل. بعد ذلك هنا الكره اماميه لفريق الرجاء، امكانيه التعادل والدفاع بعد ذلك يخرج طبعا فيلود، ولو ان فيلود غايب لكن دائما التنسيق مع الطاقم والمتابعه دائما للاعبي فريق الرجاء. تسديده خياطي، يا سلام على الخياطي، يا سلام على التصدي والتغطيه الدفاعيه، يرفع في القائمه الثاني بالراس والخياطي مره اخرى والصافره من عيسى السي يلعب دور راس حربة، بينما كرة أمامية خياطي يتابع كرة كارنيرو، لكن نفس الأجواء هذه العرضية والدفاع بعد ذلك وضربة جزاء. نعم ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء، الحكم شاف لمسة يد دون تردد. عيسى السي يقول أنا شفت بعيني، أنا شوف أمام بوكرين، الحكم يعطي الإشارة والخياطي السوبر خياطي، السوبرمان الخياطي جدار العسكري نعم يتصدى لركلة جزاء ليبقى سكور 1-0. اللاعبون